تخيل معي تصحى في يوم هادئ، هادئ أكثر من اللازم. تفتح عيومك، ما في صوت منبه ولا أصوات ناس في الشارع. تمد يدك لجوالك، لا شبكة لا واي فاي. تفتح السوشيال ميديا، آخر بوست منشور من شهور. في هذه اللحظة قلبك يدق بسرعة وتبدأ تستوعب الحقيقة الصادمة: أنت آخر إنسان على وجه الأرض. اليوم بنعيش هذه التجربة المرعبة مع بعض، وبنجاوب على سؤال واحد: وش بتسوي لو كنت أنت الناجي الوحيد؟ أول الساعات صدمة وإنكار، بتصرخ، بتصيح، بتدور في بيوت أهالك وجيرانك فاضية. بس بعد ما تستوعب أنك لحالك صدق، بيبدأ شعور غريب، شعور الحرية المطلقة. بتجرب كل شيء كان ممنوع، تسوق أسرع سيارة، تاكل أغلى أكل، تسكن بأفخم بيت. ما في قوانين، ما في أحد يقول لك لا. العالم كله صار ملعبك الخاص. تحس إنك ملك، بس ملك على مملكة أشباح. الفرحة هذه ما تطول، شهر شهرين وتبدأ المشاكل الحقيقية. فجأة تقطع الكهرباء، محطات الطاقة وقفت. هنا تكتشف إن الحضارة اللي بنيناها هشة. بدون كهرباء ما في نور، ما في ثلاجة، ما في إنترنت. الأكل المعلب يصير أغلى من الذهب، والموية النظيفة كنز. هنا تدرك إنك مو بس وحيد، أنت في ورطة حقيقية ولازم تتعلم تعيش من الصفر. بعد ما تحل مشاكل الأكل والشرب، تجي أكبر مشكلة: الوحدة. الوحدة القاتلة. بتكلم نفسك، بتكلم الكراسي، بتكلم الصور المعلقة على الجدران. بتركب سيارتك وتسافر لمدن ثانية. عندك أمل كاذب إنك بتلقى شخص واحد بس. في هذه المرحلة بتكتشف شيئين: الأول إن قيمة الأشياء المادية صفر، اللامبرجيني ما تسوى شيء قدام ضحكة رفيق. والثاني إن السعادة الحقيقية كانت بالناس، بصوت أمك، بسوالف إخوانك، بهواش ربعك. بتصير تربي حيوان أليف، مو عشان يحرسك، بس عشان تحس إن في روح ثانية جنبك. هنا بتبدأ تبني حياتك من جديد، مو عشان ترجع الماضي، بس عشان تعطي معنى لحاضرك. وهذا هو الدرس الحقيقي: الحياة مو بالأشياء اللي نملكها، الحياة هي الناس اللي يشاركونا هذه الأشياء، هي الذكريات اللي نبنيها معاهم. والحين السؤال لكم، وأبغى إجابة صريحة وفورية. لو صحيت الصبح وكنت مكالي، وش أول شيء بتسويه؟ صدق، أول فكرة بتخطر على بالك. اكتبها تحت في الكومنتات، لأني بقرأها كلها. وإذا عجبتكم رحلتنا المرعبة هذه وتخيلتوا نفسكم مكاني ولو لثانية، لا تنسون تدعمون المقطع بلايك وتشتركون في القناة. ترى دعمكم هو الأكسجين اللي يخليني أتنفس وأكمل. عيشوا حياتكم وقدروا الناس اللي فيها.